الف مبروك يا عروسه، انزلي بقى بوسي على رجلي عشان تاخدي رضايا. عينيا طبعا يا حماتي، انت تأمري بس. لا يا حبيبتي، لا انت زي بنتي، انا مرضاش كده، بس انا قلت اختبرك في الموقف ده اشوفك هتسمعي كلامي ولا لا، لكن انا مرضاش انك تعملي كده. طب وليه كده ياما؟ وكان لازمته ايه من الاول يعني؟ هو في ايه؟ انت مش فاهم يا علي، انا كنت اقصد بالحركه دي اشوفها هتبقى مطيعه وتسمع الكلام وتصونك ولا لا، لكن بصراحه بقى طلعت بنت حلال ومتأدبه وطالعه من بيت ابوها. اكيد طبعا يا حماتي، لو مش هسمع كلام حضرتك وهطيعك في كل اللي تقولي عليه انت وجوزي، هسمع كلام مين يعني؟ ياما انا يوم ما نقيت انا عارف انا نقيت ايه كويس. لازم انقي واحده تكون بنت ناس ومحترمه. وبعدين ياما مش لازم تعملي اللي انت عملتيه ده عشان تختبريها، هي هتعيش معاكي وهتشوفي بعينيكي. ولا ايه يا روعه؟ علي مش هينفع ان انت تقول حاجه زي دي، وبعدين دي مامتك مهما كان، وانا بعتبرها زي امي بالظبط، واي حاجه هي تقول عليها فوق راسي، وكلامها لازم ان انا اسمعه. على كل حال يا ابني احنا عارفينها من ايام الخطوبه قد ايه حلوه وزي الفل، بس الجواز حاجه والخطوبه حاجه تانية، وكده بصراحه انا اطمنت عليك، ربنا يبارك لك فيها. ربنا يخليكي لينا يا حماتي، وكلام حضرتك كله فوق راسي، واعتبريني ان انا برضو زي بنتك. والله العظيم يا بنتي انت بنت اصول، واللي تتكلم زيك كده وتقولي الكلام ده فعلا تستحق كل خير. شفت ياما؟ برغم اللي انت قلتوه هي داخله، شوف هي عملت ايه. يلا يا روعه يلا. عن اذن حضرتك. طب يلا بقى يا حبايبي بقى ادخلوا اوضتكم بقى، والف الف مبروك. مش عايزك تزعلي من اللي امها عملته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام برضو يا علي، مامتك انا بحبها وانت عارف حاجه زي دي، وفي نفس الوقت انا بعتبرها زيها زي امي بالظبط، يعني اي كلمه تقولها ما تضايقش انت نفسك، وانا هخليها تحبني اكتر. يا حبيبتي اصل انا عارف كل عروسه بتبقى ليله دخلتها دي بتبقى شايفه نفسها ان هي احسن حد في الدنيا، وموقف زي ده برضه اقول لك على بيزعلها. حاجه، انا بصراحه كنت خايفه ان احنا في الاول لما نتجوز كده ان احنا نقعد مع حماتي يعني في البيت، نفس البيت، بس اما عرفتها كويس قوي في الخطوبه ولقيت حنيتها عليا انا اطمنت. يكفي ان هي كانت في اي وقت اما بتقلق عليا كانت تتصل بيا بالليل قبل الصبح. خلي بالك امي غلبانه والله، غلبانه قوي والله عارف. انا نفسي استغربت، انا اتصدمت لما قالت كده، اتراها بتخطط وانا مش عارف مين اللي هو، اكيد خالتي اللي لعبت في دماغها وقالت لها اعملي المبلغ يا سيدي مهما يحصل ايه، انا عمري ان انا اصغر بيك ولا اصغر باهلي. بقول لك ايه، بص يا روعه، انت عشان عاقله وبتعرفي تمشي الدنيا، لو حد غيرك كان عامل مشكله النهارده، خد امي واحده واحده كده وسيسيها تمام، عشان بالله عليك انا مش عايز. طب خلينا ان احنا نفكر في حاجه، لو هي كانت بتتكلم بجد هل انت تفتكر ان انا كنت هعمل مشكله؟ امال ايه؟ كنت هبوس على رجلها. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان هي خلفت وربت راجل زي الفل، وهي برضو سنها كبر. طب واهلك كانوا هيقولوا ايه ساعتها؟ ما كنتش طبعا هقول لهم اي حاجه، ما ينفعش ان اي حاجه تحصل في نفس البيت بتاعنا تطرح كده تقلل الاهل. والله يا بنت الناس فعلا انا اول مره الاقي حد ابن اصول للدرجه دي. ما تقلقش يا حبيبي، باذن الله كل اللي جاي كله خير. طب خلاص بقى يا حبيبتي، مش هنقعد نتكلم في الموضوع كتير، انا هطلع بقى لو انت هتغيري ولا حاجه. ماشي ماشي يا حبيبي. يلا. ابو الارواح، احلى اخ في الدنيا. مبروك يا عروسه. طب ده لازمته ايه بس؟ دول احتياجاتك انت، يلا اقعدي. ربنا يخليك ليا يا اخويا. فين عريسك وفين حماتك؟ هم جوه قاعدين مع بعض شويه. مبسوط لك والله. انا عايزه اقول لك على حاجه، البيت وحش من غيرك قبل اي حاجه، انا مش عارف ان انا اقعد اعيط. انا الله عيب بجد، اسكتي. طب انا حصل معايا موقف كده ومش عارفه بصراحه انا اتصرفت صح ولا اتصرفت غلط. موقف ايه؟ خير. امبارح واحنا داخلين انا وعلي البيت يعني، فحماتي كانت موجوده يعني، والمفروض ان هي بتسلم علينا، فتقريبا اتلخبطت، بدل ما تسلم عليا قالت لي انزلي بوسي على رجلي. الكلام اللي انت بتقوله ده اسمعني بس اسمعني، انت عارف ان هي طيبه. ما حماتك طيبه، انا مش فاهم. فاهم. فانا لما جيت بقول لها حاضر وكده وهما كلهم استغربوا، فوانا نازله ان انا بوس رجلها قالت لي لا انا عندي اللي زيك، انت زيك زي بناتي، بس انا كنت بختبر كده ايه صبرك، وبختبر ان انت بتطيعي اهل جوزك ولا لا. هو ايه الاختبار ده؟ مش فاهم. تختبرك تقول لك تعالي بوس على رجلي؟ اكيد هي ليها وجهه نظر في حاجه زي دي. لا يا روعه ما يصحش يعني. بس حتى علي اتكلم معايا واعتذر لي وقال لي امي برضو سنها كبير وكده وانا استغربت ان انت وافقتي، بس برضو انا حطيت امنا يعني مكانها، واي كلمه هي لازم تقولها اكيد يعني، لو بنت من دورنا يعني يا عبدو المفروض تسمع الكلام. ماشي، تسمعي الكلام في الصح مش في الغلط، ومعلش يعني مالكيش ان انت تعملي كده. انا فاهمه، بس انا قلت يعني ان انا اعملها زي ما بعامل امي،
وفي نفس الوقت انت عارف ان هي غلبانه وطيبه، وهي كانت اكيد يعني ليها وجهه نظر في حاجه زي دي، مش هتقول كده من باب الطاق. انا مش عارف طيب اعمل ايه، مش لا عارف. هي اعتذرت لي والست كانت ذوق جدا، بس هي اول ما قالت ده بس وانا جايه ان انا اميل، قالت لي لا قومي، مش هتعملي حاجه زي دي ومش هرضى عليكي حاجه زي كده. اهم حاجه زعلتك تاني بعد الموقف ده؟ لا والله شايلاني من على الارض شيل. انت مرتاحه هنا؟ الحمد لله جدا. حتى لو مش مرتاحه برضه لازم تقعدي. خلاص اتجوزت بقى. طب خلاص قومي ندمري بقى بيهم، اقعد معاهم شويه، خد الفلوس دي وخش اعمل اعملي لي حاجه عشان اشربها. اخد منه فلوس تاني. لا مش هقول، ما تقلقيش. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك يا ست منور الكل. الدنيا يا حبيبي. اهلا بيك، ازيك يا يا اهلا أم؟ وسهلا. اتفضل. ده اخويا تعالى يا عريس من هنا. عامل ايه؟ عامل ايه يا كبير؟ منور عامل ايه الدنيا. يا كبير؟ حبيبي اخبارك ايه؟ انت الناس تاكل وتطلع وانت بتتخانق يا عم. اعمل ايه بقى؟ انت بتذلني يا عم ازلك ايه؟ ده انت اخوك في ايه؟ يا عم حبيبي. منور يا عم. الدنيا يا ابني. الله يخليك يا امي. انتوا اخباركم ايه واخبار العروسه معاكم ايه؟ زي الفل. مية مية والله يا عبود. معلش انا عارف ان انا اتاخرت عليكم شويه، عقبال ما فقت من النوم ما كنتش عارف انام، اول مره بقى انام في البيت لوحدي. معلش بقى سنة الحياة يا ابني، انت عارف. يلا ربنا يسعدها يا رب يا ويسعدكم. رب. لما فين العروسه؟ يا روعه. يا عم انا خليتها تعمل حاجه تشربها، خليك يا روعه. يعني انت قابلتها يعني؟ ايوه يا عم، ما انت عارف ان انا بصراحة بقى اختك بصراحة يا زين ما ربيته. بصراحة انا امبارح عملت كده معاها موقف عشان اختبرها، طلعت بصراحة بنت في منتهى الادب والاخلاق. انا الحمد لله اختي مربعه على الزين كله، وطبعا طالعه من بيت اصول، راحت أكيد. لبيت اصول، يا رب فلازما يخليك. يعني ما يطلعش منها الغلطه. دي بقى بنتي، مش علي بس اللي ابني، وهي كمان بنتي. بس انا يعني عايز اعرف اختبار ايه برضو اللي حضرتك عملتيه؟ مش عارفه اقول لك ايه، هو اختبار محرج شويه، بس خلاص انا اللي كنت- عدى عدى بقى ياما ولا ما هو إيه؟ عايز يعرف. بقول لك ايه، انا هقوله خلاص، لان انا هقول له برضو انا كان قصدي ايه، وبرضو قلت برضو لاختك انا كان قصدي ايه. قول ياما قول. يعني في ناس كده بتقول يعني عشان يعني كتر على حبيبك بالقساوه يبان لك ما فيه، وطبعا ده مثل غلط طبعا. اما انا كتر على حبيبي بالقساوه، امال حبيبي ابين له ايه حلو يعني. فانا بصراحه قلت لها وهي لسه داخله، فقلت لها بوسي على رجلي. طبعا البنت زعلت واتضايقت، بس هي ما خليتهاش تعمل كده. رحت رافعاها قلت لها لا انت بنتي وحبيبتي، انا بس بشوفك يعني تسمعي الكلام ولا لا، وصالحتها وبقينا حبايب. بص يا امي، انا اختي تبوس رجلك وتبوس ايدك وتبوس دماغك لكن برضاها، وطبعا هي لو عملت حاجه زي كده انا متاكد ان هي هتبقى راضيه عنها، لان هي اكيد بتعتبرك زي والدتها بالظبط. وبعدين يعني ده هتقعد معاك انت وعلي ان شاء الله عمر اكتر ما قعدته مع امها وابوها الله يرحمه. طبعا يا ابني، طبعا يا ابني، يا زي ما لكن- ربيته يا حبيبي، لكن وانا برضه بحبها والله. ربنا بحبها. يخليك، هو حبيبتي. لكن برضو انا سايب عندكم امانه، وامانه غاليه عليا قوي. انا اختي ماليش غيرها، وانتوا عارفين احنا ملناش الا بعض. فانا دلوقتي انتوا جيت اخدتها من بيتي جبتها بيتكم، فيا ريت بعد اذنكم يعني تخلوا بالكم منها، وانت برضو يا علي تحطها في عينك وفي عيب قلبك. عليك يا عبدو، دي اختك دي في عينيا الاتنين. واحنا قد حفظ الامانه، ما تقلقش، ده بيتها بقى. يا عم بقى بيتها. خلاص بقى هنقعد نتكلم. بقول لك في ايه، ده احنا ضيوف عندها. فين العصير؟ يا ست انا اللي ضيف عندكم. نتغدى بقى ونروق النهارده وسيبك بقى من الحوارات دي كلها، تعالى عشان عايزك. ماشي بعد اذنك يا حنان. اتفضل يا حبيبي، ربنا يسعدها يا رب، ما تشوفش وحش ابدا، واشوف خلفتهم كده.